صبر أيوب. جملة كلنا بنقولها لما الدنيا تضيق بينا أو المشاكل تزيد، أو حتى لما نستنى حاجة بقالنا كتير مستنيينها، تلاقي لسانك لوحده بينطق ويقول يا صبر أيوب. بس سألت نفسك قبل كده إحنا ليه بنقول الجملة دي بالذات؟ ومين فيكم عارف حجم الصبر اللي سيدنا أيوب شافه بجد عشان يتضرب بيه المثل لحد النهاردة؟ هل هو صبر على مرض ولا فقر ولا فقدان حبايب؟ الحقيقة إنه كان صبر على كل دول مع بعض وفي وقت واحد، والجايزة في الآخر كانت مذهلة. تخيلوا إن السما مطرت عليه ذهب. تعالوا نعرف الحكاية من أولها. صلوا على النبي ويلا بينا نفتح كتاب الحكايات في حكاية جديدة من حكايات ديدو وليلي. زمان في أرض الشام كان عايش نبي كريم اسمه أيوب عليه السلام. ربنا كان مديله نعم كتير جداً، كان أغنى واحد في بلده، عنده أراضي واسعة كلها زرع، وعنده بقر وغنم وجمال ملهاش عدد. ومش بس كده، كان عنده عزوة كبيرة من الأولاد والبنات، وصحته كانت قوية جداً. وكان سيدنا أيوب دايماً بيشكر ربنا وبيساعد الفقير وبيكرم الضيف. وفي يوم من الأيام ربنا أراد إنه يمتحن صبر أيوب عشان يكون قدوة لكل الناس لحد يوم القيامة. بدأ الخير يروح واحدة واحدة، الزرع اتحرق والمشية ماتت والفلوس ضاعت، وفجأة سيدنا أيوب بقى فقير جداً. وبعدها المصيبة كبرت، ولاده كلهم ماتوا واحد ورا التاني. وأخيراً جسمه تعب جداً وجاله مرض شديد خلاه ينام في السرير سنين طويلة، 18 سنة بحالهم، لدرجة إن الناس خافوا منه وبقوا يبعدوا عنه. عارفين مين اللي فضل جنبه السنين دي كلها وما سابتهوش لحظة؟ زوجته الصالحة. الحال ضاق بيهم جداً، الفلوس خلصت والناس بطلت تساعدهم، وما بقاش في البيت لقمة عيش واحدة. تعرفوا الزوجة العظيمة دي عملت إيه؟ لما ما لقيتش شغل بصت في المراية وما لقيتش حاجة تباعها غير ضفاير شعرها. تخيلوا الوجع، قصت شعرها وبعته عشان تشتري بيه أكل لجوزها المريض. وفي نفس اليوم ده الوجع زاد على سيدنا أيوب من ناحيتين. الأول، سمع 2 معديين بيتكلموا عليه وبيقولوا أكيد أيوب عمل ذنب كبير قوي، وإلا ما كانش ربنا سخط عليه وسايبه في المرض ده كله. الكلام ده وجع قلبه جداً. والتاني، لما زوجته رجعت بالأكل كشفت عن راسها، ولما شاف شعرها مقصوص اتصدم. سيدنا أيوب اللي استحمل المرض والفقر وموت الأولاد 18 سنة ما قدرش يستحمل منظر زوجته مكسورة وهي بتضحي بضفايرها عشانه. وفي لحظة الضعف دي قالت له بقلب محروق: يا أيوب، ألا تدعو الله فيفرج عنك؟ إلى متى هذا البلاء؟ رد عليها سيدنا أيوب رد الأنبياء وسألها: يا زوجتي، كم لبثنا في الرخاء؟ يعني عشنا قد إيه في النعيم؟ قالت له: 80 سنة. قال لها: وكم لبثنا في البلاء؟ يعني بقالنا قد إيه في البلاء ده؟ قالت له: 18 سنة. فقال لها جملته العظيمة اللي بتدينا درس في الحياء والأدب مع الله سبحانه وتعالى: إني أستحيي من ربي أن أطلب منه الشفاء، وما قضيت في البلاء مدة ما قضيت في الرخاء. يعني كان يقصد إنه مكسوف يطلب الشفاء وهو لسه مصبرش في المرض قد السنين الطويلة
اللي شكر فيها في الصحة. كان شايف إن ال18 سنة تعب دول ولا حاجة جنب ال80 سنة نعيم. لكن برغم صبره العظيم ده، لما شاف كسرة قلب زوجته وتضحيتها بأغلى ما تملك، ما قدرش يتحمل، فرفع إيده للسما بقلب منكسر وقال دعاءه الشهير: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الموقف العظيم ده ربنا خلده وسجله في القرآن الكريم عشان نفضل نردده ونتعلم منه لحد يوم القيامة، زي ما جه في سورة الأنبياء الآية رقم 83 اللي بتقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعشان ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، الاستجابة جت فوراً. الأمر الإلهي جه لسيدنا أيوب زي ما ربنا وصفه لنا سبحانه وتعالى في سورة صاد الآية 42: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني ربنا أمره يضرب الأرض برجله، وفعلاً أول ما ضرب الأرض انفجرت عين مية باردة وصافية. ربنا قال له: هذا مغتسل، يعني اغتسل منها يا أيوب. وفعلاً أول ما المية لمست جسمه كل الأمراض الجلدية اختفت ورجع جلده سليم. وقال له: وشراب، يعني اشرب منها. وأول ما شرب كل الأمراض اللي جوه جسمه راحت، ورجعت له صحته وقوته وشبابه، كأن ال18 سنة تعب دول ما كانوش موجودين أصلاً. سبحانك ربي ما أعظمك. ومش بس الشفاء، ربنا كافئه مكافأة مذهلة وسجلها في القرآن في سورة الأنبياء الآية 84: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني ربنا رجع له زوجته شابة وجميلة، ورزقوا بأولاد وبنات قد اللي ماتوا مرتين. كل ده رحمة من ربنا، وعشان تكون ذكرى وتذكرة لكل عابد صابر إن فرج ربنا قريب. والمفاجأة الكبيرة بقى، وهو بيغتسل نزل عليه من السماء جراد من ذهب، مش حشرات، دي قطع ذهب صافي نازلة عليه زي المطر من كترها. سيدنا أيوب قعد يجمع الذهب في هدومه بسرعة وبلهفة، فربنا ناداه: يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ يعني مش أنا شفيتك ورجعت لك مالك وأهلك وبقيت غني؟ ليه بتجمع الذهب ده كمان؟ فرد سيدنا أيوب رد العارفين بالله وقال: بلى وعزتك يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. الله، هو ده الفهم العالي. سيدنا أيوب ما كانش بيجمع الذهب عشان طمعان في الفلوس، لكن عشان دي بركة نازلة من عند ربنا، والمؤمن عمره ما يشبع من بركة ربنا وفضله. وعاش سيدنا أيوب بعدها سنين طويلة في عز وهنا، ورجعت له كل حاجة أحسن من الأول. ودلوقتي بقى عرفتوا ليه بنقول يا صبر أيوب؟ وعرفتوا إحنا ليه بنضرب بيه المثل لحد النهاردة في الصبر؟ مش بس عشان صبر 18 سنة على المرض والفقر، لأ، عشان كان صبره صبر جميل، صبر فيه أدب وحياء مع ربنا. تخيلوا نبي مكسوف يطلب الشفاء عشان حاسس إنه لسه ما وفاش حق شكر النعمة اللي فاتت. هو ده المعنى اللي يخلي القلب يرجف. القصة دي بتعلمنا إن الصبر مش بس إنك تستحمل الوجع، الصبر هو إنك تكون واثق إن عوض ربنا جاي جاي، وإن النهاية هتكون جبر خاطر ينسيك كل اللي فات. فمهما ضاقت بيك افتكر أيوب واعرف إن مفتاح الفرج في كلمتين:
الحمد لله. لو حسيتوا بمعنى الصبر في حكاية النهاردة شاركوها مع غيركم، جايز تكون طبطبة على قلب حد محتاجها. واستنونا في قصة جديدة من قصص الأنبياء على قناتنا حكايات ديدو وليلي.